عاوزة احكيلك على حاجة. طبعا اتفضلي. انا بحب قوي 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 الحاجة دي، قوي 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 قوي، وبحب الشخص ده قوي 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 قوي. طب حلو، حب جميل يعني، حاجة حلوة. اه، واصلين لحد فين بقى بالحب ده؟ متعلقة جدا، متعلقة، مش قادرة استغنى. يعني بحب الدرجة ما تتوصفش. آم، كانت ايه الأغنية اللي بتعبر عني؟ بس مش فاكراها، مش مشكلة. بس أنا دايبة. وإيه كمان؟ وحاسة كده إن الشيء دوت أو الشخص ده خليها حلوة كده ومدي معنى كده. حلو. بتخافي؟ طبعا طبعا أخاف أخسره، طبعا أخاف أخسرها، طبعا بحبها. كده احنا نقلق، كده كده للأسف احنا في خطر. سؤال مهم: بنحب الناس بنحبهم، بنحب الحاجات بنحبها، بنحب الشغل بنحبه. حلو ان احنا نحب الحياة ونحب الناس والاشياء وكل حاجة، ولكن لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: هل انا باخد الامان من الحاجة دي؟ هل انا باخد اماني من الشخص اللي بحبه قوي ده؟ هل انا باخد اماني من الشغل بتاعي؟ فانا بخاف ان هو يروح مثلا. هل انا باخد اماني من البوزيشن بتاعي او البيت الحلو بتاعي او شكل العيلة الجميل او الصحاب او الشلة؟ هل انا باخد اماني من الحاجة دي؟ كده خطر. يعني فكرة ان احنا نوصل لدرجة ان انا آه، متعلقة بدرجة كبيرة قوي، وان انا هويتي والامان بتاعي ومعتمد على حاجة خارجية كشغل كعيلة كشخص معين كأي حاجة في حياتي. ده مشكلة كبيرة قوي. لو هنتكلم عن الحاجات المادية فهي ممكن تروح ببساطة. وفكرة انك تبقى بتحبها ومعتمد عليها وواخد منها الأمان بتاعك وواخد منها القيمة بتاعتك والهوية بتاعتك من شيء معين خارجك، فده بيعني ان انت اول ما الحاجة دي تروح او تنهد انت بتنهد خلاص كده. تمام. وانهيار بقى انهيار. مش فكرة اوفر ان احنا نحترم ان الواحد لما بيخسر حاجة بيتضايق او كده، بس اللي هو خلاص هو ضاع. كلمة ضاع دي. طيب دي لو اشياء. تمام. طب لو شخص، لو مؤسسة او عيلة او ايا كان، او علاقة معينة، فانا احب اقول لك او اقول لك ان انتي او انت او انا حاطه لود كبير قوي على العلاقه دي. انا حاطه لود على الشخص. انا طول الوقت بقول له ان انا باخد الامان منك، فلو عملت اي حاجه ولا كده ولا كده انا هنهار. فتلاقي الشخص عادي، كلنا بنغلط. غلط، عمل حاجه تضايق، ايا كان عمل اي حاجه، فتلاقي رد فعل رهيب مني، لانك مش مجرد غلطت، انت خوفتني، انت ضيعت الامان مني، انت هزتني كده والوهلة حسيت انك هتقلب، انك مش موجود، انك. فاصبح الموضوع مش مجرد حب، اصبح الموضوع ان انا بحب نفسي عشان انا باخد الامان من الشخص دوت. فانا خايفة على نفسي وبعمل كده، لكن ده لا يندرج تحت مسمى الحب. طيب إيه هو الحب بقى؟ الحب ان انا لما شخص يغلط، ان انا عشان بحبه آه، آه، مش فكرة هتقبل الغلط على نفسي، بس هقدر اسامحه، هقدر اتفهمه، هقدر ما اظنش السوء، هقدر اتكلم معاه عشان يبقى هو افضل. يعني لما هو يغلط انا مش عايزاه يغلط، انا عايزاه يبقى هو افضل. ده حبي ليه. لكن حبي بنفسي، لنفسي بقى،
ولان انا واخده امان او بعتمد اعتماديه على شخص تاني. فلما هو يغلط او يعمل اي حاجه او مجرد ياخد بريك او يعني يفصل شويه، يعني مش لازم يبقى موجود كل العمر كل الوقت، فمجرد انه يفصل شويه ده بيهز الامان بتاعي، فتلاقيني مش مرتاحه. انا في حاجه مش مريحاني. فهنا بقى احنا نخاف ونبتدي نفكر كويس، لان لازم الامان دوت ابقى انا واخده من مكان صح. آه، طبعا ممكن اقول لك من جواك لا، مفيش جوانا امان، لان جوانا مشاكل وذكريات وحوارات، وجوانا حاجات صعبة كتير. بس الامان يتاخد ببساطة من ربنا، من الهوية اللي هو حطها لنا، من حبه لينا، لان ربنا ما بيتغيرش، مش هيبعد، مش هيقلب، ربنا مستنينا في اي وقت نروح له ونكلمه، هو موجود على طول. فانا بشوف ان المصدر الاساسي للامان بقى، وان احنا نرجع بقى نعيد حساباتنا. فازاي هتاخد الامان من ربنا هو مش موجود؟ فلازم ترجع تدخله المعادله، يعني لازم ربنا يبقى موجود بقى في حياتي دلوقتي عشان اقدر اكتسب الامان ده منه. وربنا مش هيزعل باي ذا واي ان احنا مصلحجيين يعني او كده، عشان هو بيتلذذ بان احنا نروح نكلمه، وان احنا ناخد اماننا منه، وان احنا آه، نبقى معتمدين عليه. ف... فدي حاجة يعني كويسة، يعني مش هتزعل ربنا. لكن مع البني ادمين اللي زينا، ومع كوننا كلنا بنغلط، فما ينفعش ان انت تكون بتاخد امانك او هويتك معتمدة على شخص معين ووجوده. بنحب كل الناس، ولكن الحب لا يعني ان انا باخد منك حاجة. مهم قوي ان احنا نفرق بين المصطلحات. في فرق بين ان انا بحبك، وعرفت الحب ان انا احبك يبقى عامل ازاي، وان انا بحب نفسي وباخد حاجة لنفسي منك، او باخد امان منك، فهنعرفها في تايتل تاني عشان نصلح بقى او كده. لكن طول ما احنا خالطين المصطلحات، وتلاقي حد مثلا حصل حاجة او انا بعدت شوية او كده، انتي ازاي عملتي كده، او قلت كلمة انتي ازاي عملتي كده، انا بحبك قوي. لا لا لا، ده مش بتحبيني مثلا، يعني مش بتحبيني، انتي خفتي بس ان انا هبعد، او انا خفت ان الشخص ده هيبعد، فرحت عمالة احاسب فيه. بس طبعا انا بتكلم على الموضوع بشكل يعني انحيازي، لكن مش انحيازي، يعني اللي هو ممكن مصطلحاتي او شكل الكلام، انا بتكلم على الحاجة اللي واصلة ايه اللي انا بقوله ده؟ للعمق، يعني يا جماعة، عمق المشكلة، يعني ممكن يكون في ايوه حب وفي حاجات من دي بنزعل من بعض وبنعمل، بس تكون بسيطة في حدود معينة، وفي ناس تبقى بقى الموضوع كبير معاها. فنفحص نفسنا ونعتمد وناخد اماننا من ربنا، والناس حلوين كلهم وبنحبهم، والحب معناه ان احنا نسامح، نحتمل، نحب. بس كده. شكرا ليكم وسلام.